1971 تم إلقاء القبض على أشخص مجرم عرفته بغداد، وقد كانت المحكمة معه عادلة وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت. كان يعرف بأبو طبر. سيدي الحالة مأساوية، عائلة متكونة من 7 أشخاص جميعهم توفوا وتم قتلهم بشكل بشع. مو بس هاي سيدي، إذا بشعوا الأخضر بالحمام. مستحيل، ادعي من الله ان هذا الحكي ما يكون صحيح. فوض حميد. السلام عليكم. شنو هالبشاعة؟ ابو طبر؟ محمد لا تفاجئ هيك، انت بالك جديد على الشغلة، شوية شوية تتعود. حتى لو جديد انا متأكد انت ما شايف فيك شيء. زين؟ فوض حميد جيبوا لي البلغ على الحادث. سيدي هذا اللي بلغ عن الحادث، الدكتور عبد الله. دكتور احكي لنا بالله شلون عرفت عن الحادث؟ سيدي أنا ما شفت شيء ترى، أنا مجرد سمعت صياح وخبرتكم. من سمعت صياح الأصوات ما قدرت تسمد راسك؟ ما قدرت تشوف أحد؟ لو غلق خاطر بالبيت. لا سيدي لا، لأنه أنا ما قدر، لأنه خفت الحقيقة. شنو خفت؟ أنت تدري لو شايف أحد من دول اللي مرتكبين الجريمة تدري كان قد فتتنا؟ ما منك فايدة أنت هسه. على كيفك على كيفك أستاذ محمد، ترى الدكتور ما يعرف شيء. على كيفك وياه. مفروض حميد
ارفعوا البصمات وجيبوا النتائج اول باول. مين تتوقع ارتكب الجريمة؟ ابو طمر؟ اسمع محمد، ترى اي واحد يقدر يرتكب هاي الجريمة الا ابو طمر الحقيقي، فعوف هاي السخافة. على كيفك على كيف استاذ صلاح، مجرد نتناقش احنا بالموضوع. لازم نلقى المجرم قبل ما يرتكب جريمته الجديدة، لازم وبسرعة. نعم فؤاد حميد، مثل الجريمة السابقة؟ نعم سيدي، يشبه الجريمة السابقة، وما يدل انه هو نفس القاتل، نفس البشاعة. حتى هم كتب ابو طمر بالدم مرة ثانية. هذا القاتل كلش سريع، وانا متأكد انه ما راح نلقى بصمات مثل الجريمة السابقة. هذا المجرم سواها مرة ثانية، بس ما كنا نتصور انه راح يصير بهاي السرعة بهالوقت القياسي. بس شوف، انا اعتقد انه ماكو جريمة كاملة ولازم يغلط مرة ثانية. الا هذا المجرم ذكي وما اعتقد انه راح نوقع بسهولة. فلا اصدق هذا اللي دا سمعه باذني. معقولة انت استسلمت بهاي السهولة استاذ صلاح؟